كرة ملعوبة ومحاولة هنا أمامنا، تقدم في الأمام وكرة ملعوبة أمامنا. محمد رضا أخيرا يرضي الجماهير الإيرانية ويرضي نفسه بعد طول هجمات بهدف ولا أجمل حتى الآن، هدف بطريقة مهارية ولا أجمل من جانب محمد رضا. وتهتز مدرجات الزادي بعد طول انتظار وبعد أبطال الانتظار لهدفا بعد هجمات كانت صامتة على المرمى اللبناني وبعد شباك صمدا، ولكن تصرخ الآن وتصرخ معها الجماهير الإيرانية هدف إذا يأتي أمامنا عن طريق اللاعب محمد رضا بمجهود مهاري. عجزت الجماعية وطال صبره فماله إلا الفردية، فماله إلا مهارات الفردية. مرور من الأول من الثاني وركنها بصورة ممتازة وفاضية بعد طول انتظار. إذا فكت بشكل عام الشوط الاول شفنا في روح عند اللاعبين، في اصرار، في جهد مبذول بشكل خارق من الجميع، في مسانده دفاعيه للمدافعين من قبل لاعبين خط الوسط والهجوم. شفنا تكتل المنتخب اللبناني. شوط المباراة الأول انتهى للمنتخب الإيراني، وها هو يحاول أمامنا المنتخب الإيراني في الشوط الثاني هدف أول في الشوط الثاني بل الثالث في المباراة. افتتاحية الشوط الثاني هي ختامية المباراة، افتتاحية الشوط الثاني، وكأن الحاضر أمامنا رضا جاذبان يشير أنها ختامية المباراة ونهاية المباراة بداية وباكرا عبر مطلع الشوط الثاني. ما لبث المنتخب اللبناني أن بدأ، وما لبثنا أن نلتقط أنفاس شوط المباراة الأول ونبدأ إلا وبدأ قبلنا الحاضر أمامنا جواد جل. الآن السلام يأتي أمامنا، مراوغة بصورة ممتازة في اللقطة الماضية، مرور وتسديد بعد ذلك ومعانقة للشباب. كما ذكرت لك ما تمر الكرة إلا وتجد بأقدام لاعبو المنتخب اللبناني. يضعها جواد نيكونام والهدف الرابع للمنتخب الإيراني، وجواد نيكونام ثاني أهداف جواد نيكونام يدون كما ذكرت. أتى في لحظات أخيرة هذا الجواد، والخيل الأصيلة تأتي في اللفة الأخيرة وهو يأتي في اللحظات الأخيرة من أشواط المباراة. هدفه الأول كان في ختام الشوط الأول، وهدفه الثاني الآن في ختام أو مقربة من ختام الشوط الثاني، ركنها في الزاوية. نظرة ولقاء مع الشباب ومعانقة للشباب وفرحة إيرانية. كرة توضع بصورة ممتازة من جانب جواد نيكونام ليدون الهدف الرابع في المباراة والهدف الثاني له.